فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه أوابد كأوابد الوحش. الوحش اللي هو الحيوانات البرية التي الغير مستأنسة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الحيوانات الأهلية ديت ممكن تنفر نفرة تجعلها كالحيوانات الايه البرية الوحشية يعني. قال فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. سبحان الله، ده برضو من فضل الله عليه. بيقول إن لو أنت عندك حيوان أهلي، حيوان مستأنس، وجيت له حالة كده وأصبح كأنه ما يعرفش حد، كأنه حيوان بري ما عادش حد عارف يمسكه ولا حد يسيطر عليه، ومفيش أي سبيل لإيقافه إلا أن يرمى. طب زمان كانوا بيرموا بالنبال وكانوا يرموا بالسهم، حاليا هيبقى البديل إيه؟ بالبندقية مثلا أو مسدس أو غير ذلك. طيب لو أنت رميت الحيوان ده اللي هو ند، ده اللي هو نفر، أنت تسمي وتضرب. لو أدركته قد مات فقد زكيته بالتسمية. طيب لو أدركته وبه رمق تزكيه بالإيه؟ بالذبح. تزكيه بالإيه؟ بالذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. ممكن مثلا يكون جزار مثلا أو كده فتند منه ذبيحة، فعمالين يجروا وراها مش عارفين يجيبوها، مش عارفين يصيبوها، فممكن بعض الناس يضربوا في الرجلين من تحت يعجزوا. ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع حفاظا على الكل، حفاظا على الكل اللي هو ايه؟ الحيوان نفسه يعني. طيب او ممكن يرميه من بعيد بالسكينه مثلا، تمام؟ المهم ان انت لو رميته تسمي. ليه؟ لانها ممكن تاتي في مقتل فتقتله، تمام؟ فانت لو رميته تسمي. لو اصابته فقتلته وادركته وقد مات فهذه ذكاء. ده في الحيوان انهي؟ اللي ند، اللي فر، تمام؟ طيب لو أدركته وقد أصابته ولم تمته تعمل إيه؟ فأنت تزكيه يعني تذبحه. واضح كده الكلام؟